ونقدر علشان شايف النهار. بتشوفي زيك العين ما بتشوفوش، وعارفة عن كل شيء أنا معرفوش. صدقتي حلم ناس كتير ما تصدقوش، ابني خد قوة منك. في حبك انت شفت كل المعجزات، وعرفت جد الدنيا ليه. احتفلت الدكتورة هبة قطب بزفاف ابنتها الصغرى رندا هشام على عريسها يوسف. أقيم الحفل في منطقة مفتوحة أمام هرم سقارة بمحافظة الجيزة، مما أضاف طابعا تاريخيا مميز على الأجواء. أحيت الفنانة بوسي حفل زفاف بمجموعة من أغانيها، كما شاركت الفنانة هنا يسرى بتقديم فقرة غنائية. شهد الحفل تفاعلا كبير ورقصا من العروس وشقيقتها دينا هشام، التي كانت تصدرت الترند سابقا في حفل زفافها عام 2025. تم عقد القران قبل حفل الزفاف بنحو 10 أيام في أواخر مارس 2026، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في أجواء عائلية بسيطة. ظهرت الدكتورة هبة قطب بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود، بينما ارتدت العروس رندا فستان زفاف رقيق يتناسب مع أجواء الحفل الخارجية. ورندا هي الابنة الثالثة للدكتورة هبة قطب، ويوسف زوجها ابن الدكتورة هبة قطب مواطن مصري كندي. ولد يوسف في كندا لأبوين مصريين يقيمين في كندا. تعرف الثنائي أثناء دراسة رندا في كندا، ونشأت بينهم قصة حب. احتفل بعقد القران منذ أيام في حفل عائلي بسيط، وأقيم حفل الزفاف أمس السبت الموافق 4 إبريل أمام الأهرامات. حضر العروس عدد كبير من المشاهير ونجوم المجتمع، وأحيا الحفل الزفاف عدد من نجوم الفن منهم المطربة بوسي والفنانة هنا يسري. أصرت العروس رندا هشام على أن تقدمها والدتها للعريس إلى جانب والدها، على عكس التقاليد التي تكتفي بأن يقدم والد العريس عروسه. تألقت العروسة بفستان طويل من الشيفون مطرز بالدانتيل. لفتت دينا شقيقة العروس الأنظار خلال العروسة إذا لم تتوقف عن الرقص على الرغم من كونها حامل.